السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول درس: أسرة سعيدة. أسرة هي الأسرة التي نعيش معها الأب والأم والأخ والأخت. أنا باسم، أنا بسمة، أختي بسمة، أخي باسم. نقرأ الدرس مرة تانية: أنا باسم، أنا بسمة، أختي بسمة، أخي باسم. نفتكر مع بعض الحروف اللي خدناها في الترم الأول: حروف الألف والنون والألف الممدودة، الألف المد والنون الممدودة. نطلع كلمة بها مد بالألف. باسم، الألف حرف مد، وحروف المد هي الألف والواو والياء. كلمة بها تاء مربوطة: بسمة، بسمة، ادي التاء المربوطة. كلمة بها مد بالياء: أختي أو أخي، الاتنين صح. أخي، ادي مد بالياء. الفرق بين حرف الضاد وحرف الدال: ضابط، سعيدة. الضاد والدال ضابط وسعيدة. معانا شبكة المفردات. شبكة المفردات كل ما يتعلق بالكلمة، زي مثلا ثلاجة. ايه اللي موجود في الثلاجة؟ عصير، لبن، خضار، فاكهة. دي شبكة المفردات كل ما يتعلق بالكلمة. في درس النهاردة كلمة أسرة، إيه اللي بيتعلق بالأسرة؟ الأب والأم، الأب والأم والأخ والأخت. شكرا. طيب نرجع تاني اخر حاجه بقى، نفتكر حروف او كلمات بها حرف الالف. ممكن نطلع من الدرس حرف الالف زي انا واختي واخي. ممكن نفتكر كلمات من الترم الاول بها حرف الالف زي ابره، اسد، راس. شكرا.